فهو القصه ان احنا بنقول مات موت مفاجئ، او ان هو جاله القلب بصوره مباشره، عمل قسطره، عمل دعامات، عمل قلب مفتوح، بياخد علاج قلب وما عملش قسطره بس بياخد علاج قلب. فنبدا نهتم بهذا الشخص اكتر، لازم نهتم بيه، وخاصة لو هو بقى عنده سكر، عنده ضغط، بيدخن، ممتلئ، ما بيمارسش رياضة، مضغوط نفسيا زي ما حضرتك قلتي، بيشتغل شغلانة صعبة، عايش حياة صعبة، فبنهتم بيه أكتر عشان نكتشف مبكر ونحميه. يمكن الوقاية، أيوة يمكن الوقاية. يعني أنا مثلا النهاردة لو قلت للأطفال من صغرهم انتوا لازم تمارسوا رياضة بصورة كويسة، انتوا لازم تاكلوا أكل صحي، انتوا لازم تعملوا كشف دوري بصورة دورية، بصورة ريجولر، عشان نكتشف إذا كان في حاجة في أولها، نكتشف إذا كان أنت أصلا في كوليسترول وراثي، في سكر بيجي. الطفل ده لو كل أكل صحي مش هياكل سكريات كتير، وبالتالي مش هيحصل له استهلاك مبكر للبنكرياس، أو إن هو يجيله سكر مبكر. مثلا لو أنا مثلا الطفل ده مثلا بيمارس رياضة، مش هيبقى ممتلئ